كوكو ليفي، جيسبر تكونوا سافا. انا راني سافا لاباس الحمد لله. نتمنى تكونوا كامل بخير ونتمنى تكونوا توحشتوني كما انا ثاني توحشتكم. وكي العاده حبوباتي نقول لكم ما تنساوش تصليوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اذا راكم تشوفوا في الفيديو تاعي بعد الفطور نقول لكم صحه فطوركم، واذا راكم تشوفوا فيها بعد السحور نقول لكم صحه سحوركم. واليوم طليت عليكم بهذا لا فيديو، كنت معروضه عند اختي، حبيت نشارك معكم فطورنا واش درنا وكيف فوتنا يومنا في الكوزينه. ولهنا كي وصلت لقيت اختي بدات دارت خبز الدار وحبت دير تاكوز. قلت لها عطيني انا نخدم لك خبز تورتيلا. ولهنا كنت تما خدمته صاي خليته يرتاح وجيت لهنا نكور فيه. لازم نخليوه يزيد يرتاح في المرحله هذه حوالي 20 دقيقه، نص ساعه، ساعه. تما قد ما خليناه يرتاح قد ما مليح. وكي نخليوه يرتاح مده طويله لهنا راح يساعدنا ونجمو نحلوه بكل سهوله. هو تما كي نحلوه يجي صعيب شويه، يتعبك، مي كي تخليه يرتاح مده طويله يجيك ساهل ودقيقه يتحل. كيما العجينه تاع البقلاوه، قد ما تخليها ترتاح قد ما تساعدك كي تحبي تحليها. لهنا جيت نحلو، لازم تفرشوا له كميه كبيره شويه من الفرينه ونقعد نحل فيه بالشكل هذا. نحلو شويه بالحلال ومن بعد نكمل نحلو بيدي بالشكل هذا بشكل دائري. نقعد ندور ونحل فيه بيدي بيا خلاص. قيس المقله اللي راني ندير فيها. ولا روسات هذه البنات راني شاركتها معكم من قبل في القناه، اذا حابين تشوفوها وحابين تجربوها ما عليكم غير تدخلوا الفيديو اللي قبل دوك تلقاوها، ولا دوك نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. كيما تشوفوا البنات لهنا يعني ما خليتهاش ارتحت مده طويله بزاف، مي ما ساعدتني، يعني ماهيش هذيك اللي تعبتني بزاف. كما تشوفوه كنحلها بيا خلاص، ننفضها من الفرينه اللي فيها ونحطها طيب. نكملهم كامل بنفس الطريقه. يعني البنات جربوه راهو مضمون وناجح 100%. بزاف بنات جربوه ونجح لهم وعجبتهم الطريقه تاعي. ويقعد لكم راتب ويجي خفيف يهبل. الاهم هو يجي خفيف ويجي بنين يجي يهبل. اللي جربوه كامل راهم على بالهم واش راني قاعده نقول. كما تشوفوا لهنا راني قاعده نطيب وراني قاعده نحل في نفس الوقت. لهنا انا الكميه هذه اللي نديرها تجيني حوالي 8 خبزات، ما همش كبار بزاف وما همش صغار بزاف، يجيو متوسطين الحجم العادي تاع خبز تورتيلا. بالنسبه للطياب راه ما يديكش كامل الوقت، وطيبوه على طاوه ولا على كريبيير ولا تما الشيء اللي متوفر عندكم. وكي تشوفوه دارنا النبابل هذو حماروا بالشكل هذا تما راهو ناجح وهكا، يعني ما تحمروهش بزاف. كيما هكا لازم نديروه في صرفيطه وفي كيس بلاستيكي، لازم ما يقيسوش خلاص الهواء باش يقعد طري. اذا قاسوا الهواء راه ينشف كي الديول بعد. ولهنا اختي كملت طيبت الخبز تاعها، شوفوا كيفاه جا خفيف ومقطن بزاف البنات. الطريقه تاعو ثانيه راني حطيتها فلاشان، بزاف بنات جربوه ومام هما عجبت لهم الطريقه تسمى قالوا لي جا خفيف، جا خبز يهبل. شوفوا كيفاه تحمر جاي يسخف. ولهنا ثاني حبينا نديرو كفته تاع سكالوب. جبت سكالوب تاعي وغسلته مليح وجبت كيما هكا قصيتو دي بتي مورسو ونقاشيه بيا خلاص. لازم ترحيوه رقيق خلاص. كيما تشوفوا لهنا تحبوا ترحيوه في الروبو، كاين اللي ما عندهمش تما الاشوار ولا الروبو ولا يحكموه يديروه في الكونجيلاتور ومن بعد يربيوه. انا الطريقه هذيك تجيني صعيبه شويه، نفضل نرحيه هكا. مي كاين اللي تربيه في لاراب، كاين اللي كل وحده كيفاه. لهنا هاني بعد ما رحيتو كيما تشوفوا نديرلو لي زيبيس كامل، زنجبيل، نديرلو ملح، نديرلو موطارد، نديرلو فلفل كحل، كركم، كزبر، كمون، نديرلو بيضه ونديرلو لا شابلير. ولهنا درنا له ثاني شويه روز، كان عندها شويه روز طايب درنا له حتى الروز باش نزكيوه يجي زاكي شويه. حاولوا العظمه كي ديروها ما ديروهاش كبيره بزاف باش ما يهزلكمش كونتيتي كبيره من لا شابلير. كما تشوفوا لهنا نجي نكورهم كرات صغار كيما هكا. تحبوا ديروهم كرات، تحبوا ديروهم اصابع، تحبوا ديروهم تسمى الشكل كل وحده كيفاه تحب تشكلهم. ولهنا بعد ما كملت كورتها كامل جيت لهنا نقلي فيها. اعطيو لها تحميره مليحه خلاص باش كي ديروها في لاصوص ما تروح لهاش لا كولر هذيك بعد ما حمرتوها. وهنا جيت حبيت نخدم المايونيز للطاكوس. كما تشوفوا درت عظمه، درت فيها شوي ملح، نحكمها نميكسيها مليح بالميكسور كما تشوفوا ونبدا نلوح عليها في الزيت.
حتى يطلع المايونيز تاعنا ويحكم روحو. كما تشوفوا لهنا راني بعد ما كملت الكاس تاع الزيت نزيد ندير له مغرف كبيره من الفرماج، تعطي له بنه مليحه بزاف، ونزيد له مغرف كبيره تاع خل، ونزيدوا له سنه تاع ثوم نرابيوها وفلفل كحل. هذا ما كان يجي مايونيز يهبل، يجي بنين على تاع برا بزاف خلاص. ولهنا هذو هذه هي تاع تاكوس تاعنا، سكالوب تاع تاكوس تاعنا قصيته وحتى هو تبلته مليح خلاص. درت له كريم فريش، درت له موتارد، نغطيه ونخليه يعني يريح مده ساعه ساعتين، يعني كل وين يطول كل وين يتبل مليح. ولهنا جيت حبيت نقليه كما تشوفوا، نقعد نحرك فيه حتى يطيب ويطلق لاصوص تاعو كامل، ومن بعد كي ينشف راه طاب صاي، ما تخليوهش ينشف بزاف خلاص. ولا هنا اختي كانت دارت الدواوات تاع البوراك، جات لهنا قصتهم وخدمتهم تبلتهم كلش ومن بعد تعمرهم. كما تشوفوا هنا كانت خدمه الديول تاع الدار، هي ما ديرش تاع برا تقريب خلاص، تخدم تاع الدار فرات. جا واحد البوراك بنين يسخف، نقولها يعطيك الصحه وربي يحفظك وربي يطول لك في عمرك ان شاء الله. كما تشوفوا هنا راهي قاعده تعمر فيه. يعني كيما على بالكم البنات في رمضان رانا نعاودوا نفس الخدمه تقريبا كل يوم، البوراك الشوربه الكسره، هذو ديما لازم، هذو بلاش حتى هضره كي تدخلي الكوزينه لازم تبداي عليهم. ودوزيام بلاها وحتى هو بلاش هضره، مي دوزيام بلا كل نهار نخمو واش نديرو، مش كيما الشوربه ولا هنا جيت نعمر الطاكوس تاعنا. كما تشوفوا لهنا يعني ما بقاش بزاف باش ياذن. حنا البوراك والحوايج هذو نخليوهم ديما مع الاخر، ندير له الهريسه، ندير له مايونيز، شوي بطاطا، ندير سكالوب تاعي، سلطه، حبه تاع شويه طماطم مقصوصه. هذا ما كانوا نقفلوا ونحطوا نحمروا. انا لهنا مرفه نحمروا على الكريبيار ولا المقله، مي لهنا كانت اختي حطت الطاجين راح طيب الرخصيص، حمرته على الطاجين بعد تاع الطين اللي نطيبوا فيه الكسره. كما تشوفوا عطيت له تحميره هكا بخفيف، يعني في ساعه طاب، كان الطاجين سخون. ولهنا هاي دارت الرخصيص كملاته صاي. لهنا كانت تقص فيه سلفت اختي، قلت لها علاه تقصي بيدك هذه، قلت لها قصي باليد اللي فيها الخواتم باش تجي باهيه. نطبح قالت لي والله ما نجم نقص بها، قالت لي ما نجم نخدم بها والو. فوتنا نهار يهبل، فوتناه ضحك لعب حكايات على الكيف، والله فات نهار بيا خلاص. ربي يدوم لمتنا ان شاء الله وربي يدوم ضحكتنا. هذا ما كان. كيما تشوفوا لهنا بعد ما كملنا هذه الشوربه تاعنا بعد ما طابت، حطينا اللبن تمر كيما على بالكم. اني قلت لكم كيما كامل العائلات الجزائريه، شويه فلفل هذاك المرقد وزيتون والرخسيس والخبز. حطينا شويه حبات زلابيه. لهنا هذه الكفته تاعنا درناها بلا صوص بيضاء بالزيتون، جات بنينه تهبل. البوراك تاعنا بعد ما طاب كيما قلت لكم، البوراك تاع الدار يعني الديول تاع الدار يقعدوا يقرمشوا حتى واذا طولوا بعد يقعدوا يقرمشوا. هذه السلطه تاعنا درناها بخفيف، سلطه تاع الحشيش، ودرنا شويه روز. هذا ما كان. وبالصحه والهنا ان شاء الله، ربي يدومها نعمه، وان شاء الله ربي يرزق كل محروم كيما ديما ندعي لكم، وربي يفرج على كل مهموم، وربي يشفي كل واحد مريض ان شاء الله يا ربي في هذا العواشر، وربي يفرج علينا كامل كامل. ولهنا بعد ما فطرنا وكملنا هزينا الماء غسلناهم كامل، وجينا لهنا وجدنا سنيد تاع السهره. طيبت اختي التاي، حطت حبيبات كاوكاو، دارت الفلو، حطت هريسه اللوز، شويه زلابيه من اللي بقات لنا من الفطور. وهذا ما كان ان شاء الله. كما قلت لكم ربي يدوم لمتنا وربي يدوم ضحكتنا. ولهنا نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو، نقول لكم نتهلاو في رواحكم بزاف بزاف بزاف، نحبكم، باي.